انت عايز تشكك في قدرة الله؟ طب وانت مش انت عارف ان الله قادر؟ طب ما هو قادر ان هو يتجسد. اقف بقى معلش، افهم اولا معنى كلمة الله ايه. الله انت عايز تشكك في قدرة الله؟ طب وانت مش انت عارف ان الله قادر؟ طب ما هو قادر ان هو يتجسد. اقف بقى معلش، افهم اولا معنى كلمة الله ايه. الله القديم بدون عدم، يعني مفيش قبله عدم. ال الاول بلا بداية، الابدي مفيش بعديه عدم. كل صفات الله موجودة معاه من القدم، من قبل خلق الكون إلى النهاية. ما ينفعش صفة فيهم تتعطل. صفات التكبر والجلال، يعني ربنا غني، يعني مش محتاج حاجة، غني عن عباده أصلا. ربنا عليم، العلم المطلق، قادر، القدرة المطلقة، متكبر، ليس كمثله شيء. صفات دي بقول لك باستدامتها مع وجود الله من قبل الخلق الى نهايه الخلق. ده الله. طيب، الله اللي انت شايفه ده قادر ان هو يتجسد؟ السؤال ده غلط. يعني ما هو برضو نفس السؤال، هل الله قادر ان يخلق اله تاني؟ طب خليني ماشي معاك، وخلق اله تاني او تجسد. المتجسد ده مش ليه صفات الالوهيه برضو؟ طيب المتجسد ده او الاله التاني ده في وقت من الاوقات ما كانش موجود قبل ما ربنا يخلقه، فكده صفة نقص، ما ينفعش. طيب المتجسد ده محتاج دعم من اللي خلقه؟ اه طبعا. المتجسد ده زي مثلا يسوع، لما كان بيقوم عايز يقوم معجزة، فكان بيسأل مين؟ بيبص للسماء وبيسجد لمين؟ كان بيصلي لمين؟ كل دي صفات نقص. مفيش إله يصلي، مفيش إله يطلب من إله تاني، مفيش إله يطلب حاجة، يطلب عون. انت كده عطلت صفة الغنية عن خلقه، وعطلت صفات كتير قوي. طيب هل يسوع يعلم الغيب؟ لا، ما ينفعش. لا يعلم الغيب. يعني يسوع كان في فلسطين، عارف ايه اللي حصل في مصر؟ لا، ما يعرفش. وجيب لي نص لو انت بتقول لي يعرف. طب عايز عارف ايه اللي كان بيحصل مثلا في اليونان؟ لا، ما يعرفش. طيب عارف امتى هتيجي الساعة؟ لا طبعا ما يعرفش. هو نفسه قال لا يعلمها ولا ملك مقرب ولا اي حد الا الاب الذي يعلمها، ولا الابن، ولا حتى الابن. فدي صفات نقص، عدم علمه، دي صفات نقص. طيب قالوا ايه عن يسوع التلاميذ؟ بطرس نفسه لما كان بيكلم اليهود بيقول لهم ايه؟ ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا قد مجد عبده يسوع. كلمة عبده دي صفات نقص. هو عبد، يعبد الآب أو يعبد الله، صفات نقص. طيب خليني ماشي معاك ونجيب يسوع ونقول له يلا خلص لنا القصة اللي انت جاي فيها، فروح المحكمة حد يحاكمك. الإله لا يحاكم. ده نص موجود في العهد القديم في سفر إرميا على ما أعتقد. طيب بعد ما حوكم، الكلام مش عاجب الناس اللي بيحاكموه، ضربوه بالقلم، صفات نقص، ما ينفعش. اتبصق عليه، صفات نقص. شال صليبه، امر انه يشيل صليبه مذله ومهانه، صفات نقص. اتصلب واتمسمر، صفات نقص. اتشال ولحقوا يدفنوه عشان ما ينجسش الارض، في الارض، صفات نقص. الله لا يموت، صفات نقص. طب معلش خليك معايا للاخر. يسوع قارنوا بينه وبين اي رسول. يسوع مسنود من الروح القدس، كل الدعم ليه من الآب، كل الدعم يعني من الله. طب ما هو الرسل التانية كده. هو انت فاكر ان موسى او محمد او ايليا او، ما هو كلهم مدعومين من الآب، وكلهم محروسين من الروح القدس ومؤيدين من الروح القدس. هم بياخدوا تعليمهم منين؟
سواء يسوع المسيح عليه السلام، أو موسى عليه السلام، أو إيليا عليه السلام، أو إليشع عليه السلام، أو محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مستنيين الإذن من الله. بلغ الرسالة، حاضر سمعا وطاعة، يروح يبلغ الرسالة. كل دي صفات إيه؟ نقص. بس دول أكمل البشر، في فرق، إنما ما يصلوش لدرجة الألوهية. فتيجي تقارن ما بين معجزات المسيح، ما هو عملها كل المعجزات اللي جت للمسيح اتعملت في الأنبياء التانية. أحيا الموتى بإذن الله، إيليا أحيا الموتى بإذن الله، موسى أحيا الموتى بإذن الله، إليشع أحيا الموتى بإذن الله، كان بيشفي بإذن الله. ما هو ده كل دول كانوا بيشفوا. إيه اللي حصل؟ إيه المعجزة الباقية للمسيح الباقية حتى الآن موجودة دلوقتي معانا؟ مفيش. إيه المعجزة الباقية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. تيجي بقى للقرآن الكريم، أنت بتقول إن المسيح كلمة الله. أمين، كلمة الله. يعني إيه كلمة الله أصلا؟ أنت هتخش في فكرة هل كلام الله مخلوق؟ لا طبعا. كلام الله دي صفة لله، الله يتكلم، وصفة غير منفصلة عن الجسد بتاع الله. دي صفة، مش مخلوق وتكون وبقى حاجة تانية. لا، القرآن في ناس جت عليه قالت ان هو مخلوق. لا، ده صفة لله. كلام الله يعني صفة لله. زي المسيح ربنا بيتكلم بيقول له كن، فصفة وسيلة أمر، بقى مخلوق. القرآن كلام الله وسيلة لتنفيذ الأوامر بتاعته. كلام الله صفة وليس مخلوق. فنوصل ان اقرب الصفات اللي راحت على المسيح عليه السلام زيها زي اي رسول تاني موجود ربنا خلقه. انما كل ما يتصف به المسيح عليه السلام من كمال وشرف، والرسل كلهم، لكن عندهم صفات نقص لا ترتقي لصفات الله القديم الأزلي.